الخير عليكم ويسعد أوقاتكم، وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بتتابعوني، وأهلا وسهلا بالمتابعين الجداد اللي انضموا لقناتي. في بداية الفيديو حبيت أرحب فيكم، وبشكر الصبايا اللي بتفاعلوا على الفيديوهات اللي بنزلها. شكرا كتير إلكم. الله يا رب يسعدكم ويسعد قلوبكم وينور دربكم يا رب. فيديو اليوم راح يكون أغلبه تقريبا كله تنظيف وتعزيل. حوالينا كتير أراضي فاضية وكتير عندي غبرة وتراب. بتعرفوا يعني بفصل الصيف يعني كلنا بنفتح الشبابيك، يعني بنعتمد على الهواء من برا إنه يجي أكتر من إنه إحنا نشغل بالبيت مراوح ومكيفات. وخصوص إنه يعني الجو حلو، يعني ماشي حر بس يعني حلو الهواء، فيه هواء. فلما إحنا بنفتح بعديها البيت بتصير كلياتها تراب وغبرة ويعني أنا كتير ما بتحمل الغبرة. فلهيك أنا عاملة يعني تعزيلات، يعني إنه صحيح إنه ما مش وقت تعزيل ولا موسم تعزيل، هو أصلا تعزيل ما إله وقت، بس إنه كتير تعبتني هاي الغبرة، يعني شقياني عن جد شقياني. بداية الفيديو عملت حمام للضيوف، ما عليه يعني كتير استخدام عندي أنا بالبيت. بس يعني إلا ما لما يجي عندي ضيف إلا ما بستخدم التواليت، يعني إن كان يتوضى خلص لازم أنظف الحمام ضروري يعني. فنظفت الحمام زي ما انتم شايفين. شوفوا ما شاء الله هاي القشاطة عن جد زي ما قالوا عنها بالدعايات إنها ما بتخلي ولا نتفة مي وراها، وما في داعي لحتى ننشف الأرض أو نمسحها. أنا بصراحة جبتها خصوصي لسيكوريت البلكونة. عندي سيكوريت من برا بغلبني كتير، يعني إيدي ما بتوصل لآخر السيكوريت من تحت. جبت قشاطة خصوصي للأزاز، بس لا القشاطة إلا ما نحتاج إنه إحنا نرجع ننشف من ورا، فما استفدت كتير عليها. أجرب هاي القشاطة للسيكوريت، بس مبدئيا يعني لا عجبني أدائها رهيبة. أنا مسحت الأرضية. هلا هي صراحة مو محتاجة إني أنا أنشفها، بس أنا حطيت معطر على الأرض شوي ومسحته علشان تضلها الريحة فواحة بالتواليت. وهون الشكل النهائي. وهلأ يا صبايا بدي أغسل معاكم هاي السجادة بغرفة القعدة كانت محطوطة. كتير يعني وصلت لمرحلة كتير فيها تراب وغبرة، يعني لما أكنسها أتكها أنفضها تضل يطلع منها غبرة مع إنها جديدة مو قديمة، ونوعها منيح يعني من سجاد إيكيا، مو يعني مو من هذا اللي بنخل رمل، لا نوعها منيح وجديدة. كنت بدي أغسلها بمكان محطوط فيه طقم البلكونة هناك، بس استصعبت نقل المي لأني حأنقل طقم البلكونة على هذا الممر اللي أنا حاطة فيه السجادة، فحيصير نقل المي صعب علي. وهي يعني إنها خفيفة، يعني مو من السجاد اللي تقيل اللي بده مشحمة، أو لما يصير بده مية يتقل بالمي بيصير وزنه كتير تقيل وما بنقدر نحمله. لا يعني بس خلصت غسيلها وديرت عليها مية وهيك صفيتها جوا السطل وبعدين نشرتها على المنشر. وهلأ بعد ما غسلت السجادة لازم إني أشطف البلكونة. درت مي وشطفت البلكونة، وحتى يعني نظفت تكتكت الطقم القعدة ونظفته ونفضته من الغبرة، وحتى يعني طاولة الوسط نظفتها، لمعتها ونظفتها، درت عليها مية وليفتها، بعدين لمعتها بملمع الأزاز هذا. طبعا هذا الشغل البلكونة كان كتير بكير قبل ما تصير الشمس على البلكونة.
أنا أصلا كنت بدي أشطفها، قلت خليني قبل أعمل السجادة. وهذا الشكل النهائي لتنظيف البلكونة، عملت فيها ديكور. قبل ما تيجي الشمس عليها كنت مخلصتها. وهلأ يا صبايا نكمل تنظيفاتنا. مسحت غبرة غرفة النوم. أنا حكيت لكم هو تنظيف عميق. كل يوم كنت أمسك إشي معين في البيت. مرة غرفة الأولاد، مرة البلكونة، مرة الحمامات. وفي أشياء يعني بعملها بس ما بصورها. صبايا الله يسعدكم يوفقكم. ما تنسوني من لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد. عن جد بنات التعليق واللايك عن جد كتير بفيدني وبرفع الفيديو. وزي ما بتعرفوا أنا مبتدئة في القناة. يا ريت يعني كل حدا بيحضر الفيديو يحط لايك لو سمحتوا. طبعا يا بنات كل ما نعمل تنظيف عميق لمكان لازم نغير الديكور بالأشياء البسيطة الموجودة عنا. بننقلهم مرة نحطهم هون، مرة نحطهم هون، مرة نحطهم مع الوردة، مرة بدون، مرة مع شمعة، مرة مع أي شيء الموجود. وطبعا كملت تمسيح غبرة وتلميع الأزاز. وهلأ يا صبايا بدي أعمل معاكم التسريحة. هذا الضوء قلت ضويته أول شي، قلت خليه بنور بساعدني للتصوير يعني بيعطي ضوء. بس للأسف بالتصوير مبين إنه هو هيك برفرف. هلأ هو بالحقيقة ما برفرف زي هيك. ما بعرف ليه هيك بصير، شو السر يعني ليه بالتصوير هيك وبالواقع غير. المهم بديت بجزء من التسريحة أمسح فيها، أفضي كل شي وأمسحه وأرجعه مكانه. طبعا صبايا ما شاء الله عليكم انتو كلكم نضاف ومرتبين وكلنا بنعرف نمسح غبرة وننظف ونشتغل. بس هي الفكرة انه احنا نشارك يومياتنا نتسلى. وفي ناس يعني عندها هواية انها هي بتحب تصور، بتحب تنظف وبتحب تعمل هذا الاشي كله بنفس الوقت. فما ناخد الموضوع انه مش هالانجاز العظيم اللي انت بتقدميه، مش هالفكرة اللي انت بتقدميها انه انت شوفي أفكار تانية، شوفي إشي تاني. فكل واحد اللي بحب يصوره يعني. هذا قناتي على اليوتيوب هاي مساحتي الخاصة، هيك بقدم. حبيتوا حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم بقناتي. اللي ما حب يروح يشوف قنوات تانية بتقدم أشياء تانية اللي هو بحبها. فما في داعي يعني إنه الواحد يضل ينظر على الناس ويحكي لا ما تعملي هيك واعملي هيك. فلهيك لازم نطبق دع الخلق للخالق. خلاص الحمد لله إنها نعمة من عند ربنا هاي، إنه إحنا مش مسؤولين عن أفكار الناس وعن نعلمهم وعن نحاسبهم. مو مسؤولين إحنا عن هذا الإشي. هاي نعمة من ربنا كتير كبيرة.
وهلأ بدي أفرجيكم الشكل النهائي بعد ما رجعت كل شي مكانه، كل شي تمسح وتنظف. شوفوا ما شاء الله بتفتح النفس. وهلأ نظفت الأزاز تبع الخزانة، رشيت ملمع الأزاز وبشريطة نظيفة، نظفتها من جوا ومن برا بنفس الطريقة. ما قدرت أصور كتير لأنه صعب كتير تصويرها إلا ما تعكس. وهلأ شوفوا شو صار. كنست الغرفة ومسحتها، كنستها كتير منيح ومسحتها كتير منيح. بس مع المشي والحركة حسيت لا الأرض مو نظيفة أبدا ولا كأني مسحتها. فرجعت درت مي، قلت ما إلها غير إنها تنشطف. درت مي وشطفتها، وهون نضفت، هون بطل يطلع منها التراب. عن جد ما في بعد الشطف الحمد لله. يعني أرضية الغرف عندي إنها بتنشطف، مو بركة الخشب اللي ممنوع يجي عليه مي. فلا الحمد لله يعني إنها هي من هاي النوعية. وهون يا حبيباتي بدي أنظف هاي الزاوية. شلت كل شي منها، بدي أغير مكان الأغراض في المطبخ. شلت هاي الأغراض وليفتها ونظفتها كتير منيح، وليفت الحيطان مع إنها والله يعني هي نظيفة. بس عشان إحنا هيك بنحب لما بدنا ننقل إشي من مكان لمكان، تعرفوا كيف إحنا بنحب ننقل الإشي على مكان نظيف، حتى لو نظيف بنرجع بننظفه. ليفت الحيطة وليفت الكاونتر نفسه، وبدأت أرتب أغراضي. والله يا صبايا بحاول ما أحكي كتير علشان ما تحسوا بالملل، فلهيك بتلاقوني شوي حطيت صوت عصفور، شوي سكتت أنا وعليت صوت الفيديو الأصلي يعني. فقولولي انتو شو رأيكم، تنزعجوا لما الواحدة تضلها تحكي كتير في الفيديو؟ أوقات بحس ممكن إنه هذا الإشي مزعج يعني، وأوقات بقول لأ إنه هذا الإشي حلو، لازم الواحدة تحكي في الفيديو علشان الناس ما تشعر بالملل. فأنتوا شو رأيكم بهذا الموضوع؟ وهون كنت مشترية سخان مي، القديم اللي عندي انحرق خرب، فجبت واحد تاني. طبعا أنا فتحت الباكيت وجربت، فتحت الكرتونة وجربته وحطيت فيه مي وهيك، ورجعته على الكرتونة علشان وقت ما أنظف الكاونتر وأغير مكانه وأغير ديكور الأغراض. وهيك رجعت صفطت علب القهوة والسكر والشاي. طبعا عبيتهم بس ما صورت معكم. حسيت هاي المنظر الأخضر، هذا العروق الخضراء ضيقت المكان. وهلأ بدي أعمل معاكم رز بحليب. حطيت نص كوب رز منقوع، بعدين ضفت عليه كوبين ونص مي، خليتهم يستوي الرز تماما. لازم الرز قبل ما ينزل على الحليب يكون استوى تماما. حطيت نص كوب ماء ورد وكوب ربع سكر، نص كوب نشا ولتر حليب، جهزتهم على جنب. أول شي حطيت لتر الحليب، نزلته كلياته على الطنجرة، وحطيت السكر وتركتهم لحتى يغلوا. وهلأ
بدي أدوب السكر وبدي أغلي الحليب، بس مش حد الغليان، قبل حد الغليان بشوي. بدي أجهز الماء ورد مع النشا، بدي أخلطهم بهذا الصحن. لازم يتحركوا يتجانسوا تماما، ينخلطوا، ما يضل فيه تكتلات أبدا. درت الكمية اللي حكيت عنها، المقادير بالأكواب المعيارية. هي نفسها، ما استخدمت أي أكواب تانية، الأكواب المعيارية اللي هي موجودة عنا كلياتنا. لازم نخلطهم. بلشت أخلط فيهم، أولها شوي بيكون صعب، بس بسرعة بيصير يفك وبيصير قوامه كثيف شوي صغيرة. وبهذا الوقت كان طبعا الرز استوى. لازم تكون نشفت عنه المي. نزلته أول شي فوق الحليب قبل ما يوصل لحد الغليان، نزلته وحركته كتير منيح. زي ما قلت لكم حركته كتير منيح لحتى ما يكون ركد في القاع، قاعد بالقاع الرز، لا يكون متحرك مع الحليب. وبعديها نزلت الماء ورد مع النشا، لازم على طول يعني ننزلهم وإيدنا تخلط، يعني ما لازم نوقف، لازم ورا بعض ورا بعض التحريك يكون، لأنه الماء ورد بارد والحليب سخن، فلازم نحرك كتير منيح. وهنا بعد ما غلى طفيت عليه وبدأت أسكب فيه بالصحون. وهون تاني يوم بعد ما برد حبيت أزينه بفستق حلبي حسب الموجود عندكم. احنا بنحبه بالفستق حلبي. زينته وحطيت عليه الورد الزينة بيقولوا له ورد المحمدي. حطيت عليه كمان. هذا الورد بحسه زاكي لما نفركه، أما طول ما هو حب زي هيك بيكون لا، مو طيب. نفركه وينزل الورق مع اللقمة بيطلع هذا ورق الورد عن جد كتير طيب. زي هيك قصدي، لما نفركها شوي بينزل الورق مفتفت. هلأ ما نوصل لل اللي بيكون جواها الناشفة كتير، هاي العود لا، بس هيك الورقات ينزلوا شوي. وبسم الله ما شاء الله كان طعمه كتير بشهي وكتير لذيذ وقوامه ولا غلطة. وهيك وصلت لنهاية الفيديو. لا تنسوني من لايك واشتراك. نشوفكم بيوم جديد وفيديو جديد، بأمان الله.